السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ماركتنج جورو او معلم التسويق. والنهارده الحلقه شكلها مختلف شويه لان معانا ضيفين اول مره نعمل كده، دكتور محمود ودكتور محمد، وهم الليدرز لشركه ابي من اهم شركات الكوزماتكس في السوق المصري دلوقتي، وما شاء الله كمان طلعنا بره مصر. ف يعني قصه حلوة جدا ان احنا نتعلم منها ونستفيد من خبرات الدكاترة. اهلا وسهلا بيك يا دكتور محمود. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. شرفتونا. قبل ما نبدأ في النقاش، انا في واحد يعني من الناس اللي ليهم فضل عليا. كنت انا في موقف كده مش عارف احقق التارجت بتاعي، فالراجل ده قال لي انت مش عارف تنجح انك تحقق التارجت بتاعك لانك ما فشلتش بالقدر الكافي. فانا ما كنتش مستوعب يعني ايه ما فشلتش بالقدر الكافي اللي يخليك تنجح. قعدت اقرا بقى في الموضوع ده شويه، فلقيت من الحكم اللي بتتقال بقى وراء كل عثرة بصرة، يعني كل ما الانسان يتعثر كلما يبصر. فانا عايز اسمع رايك بقى في القصه دي، يعني هل انت فشلت بالقدر الكافي عشان تبقى ناجح ولا ايه اللي حصل معاك؟ يعني يمكن كان زمان عندي كده عمي الحكيم، يعني ربنا يرحمه، كان حد يعني بثق فيه وبتعلم منه. كان دايما يقول لي حكمة كده واخدها معايا طول الوقت: الايد اللي ما بتخسرش ما بتكسبش. ومن هنا يعني فكرة الفشل مفيش بس حد. بس دي مش نصيحه اتقالت لك بس، هل دي حاجه عشتها فعلا ولا؟ لا، دي عشتها كتير ويمكن اي مشروع ناجح او وصل ان هو استمر وسنين وكبر بيكون عنده زي ما بيقول كده ذاكرة الفشل. ذاكرة الفشل دي بتبقى مشاريع كتير دخلت في الشركة واشتغلنا عليها. في منها اللي بيكون زي ما بيقولوا كده ايجو تريبس، رحلات الايجو مثلا بتاعت البورد او السي او، ان هو كان شايف حاجة حلوة قوي وبتلمع مزغلله عينيه، فبالتالي ما شافش الحقيقه. ما درسهاش كويس، فبالتالي ما وقفش عند الحته تعثر فيها. وفي حاجات بيبقى uncontrollable variables بتحصل في الماركت، حاجات هو مش حاسبها مش وبالتالي مش قادر كتير. يتحكم فيها. ده حقيقي فالفشل يمكن الفشل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده فشل الستارت ابس. دايما الستارت ابس دايما بيبقى فيها ستراجلز او معفره كده في السوق لحد ما بنقف على رجلينا. بس هل بقى الكوربريتس او الشركات المالتي ناشونال بقى دكتور محمد، بما انك راجل يعني اكس شركه كبيره من شركات المالتي ناشونال، هل فيها نفس القصه دي ولا الوضع مختلف؟ يعني يمكن اكتر شويه. وخليني اقول لك يعني على 15 years في الشركات المالتي ناشونال، وواحده من الاسيتس او من الفاليوز بتاعه الشركات دي هي ان انت بتشير السكسس ستوريز، ان لما تعمل قصص نجاح كبيره بتشيرت والشركه كلها تشوفها. في اخر 5 ل 10 سنين بدا يدخل الكونسبت بتاع شيرنج الفيلير ستوريز، ان انت تشارك الفشل زي ما انت بتشارك قصص كده. النجاح. وفي الاوائل الفتره دي كان دي حاجه غريبه جدا، ان هو انت هتتبرع عشان تشارك الناس بقصه فشل انت بطلها، حاجه صعبه جدا يعني. والحقيقه ان بعد فترة بتبدأ تعرف ان قصص الفشل دي انت بتتعلم منها اكتر بكتير من قصص النجاح، وغيرك بيتفادى انه يقع في نفس المشكلة، فهي في ارض الواقع اهم من قصص النجاح. وبيبدأ مع الوقت بيتكون عندك فكرة ان تقل وقيمة الماركتير او البيزنس مان بيبقى بعدد المرات اللي فشل وتعلم من فشله ده، المحاولات الفاشلة اللي عملت نجاح متراكم بعد كده. وده اللي انا اقدر اقول لحضرتك عليه، انه الفرق حاليا بين مثلا، بما ان احنا بنتكلم على ماركتنج جورو بودكاست، بين الماركتير النظري اللي بيدي محاضرات حلوه جدا جدا وتقعد تسمع له وتبقى منبهر، وبين الماركتير العملي. وعلى فكره هم مش واحد. الفرق الكبير بينهم هو خبرات الفشل المتراكمه، وازاي بتطلع منها بفكر وبتوازن وقيم بالظبط، وبتغير ملامحك الى حد ما كتير جدا. برضو في حكمه بتقول ان كل تجربه ألم بيجي بعدها علم، يعني لا تتعلم الا حينما تتألم. صحيح، زي ما بيقولوا كده الشغف بتاع الناس اللي عندها رفاهية اللي بيحركها ان هو يكون مبسوط وان هو يكون بيحابب الحاجة اللي هو بيعملها. بس على أرض الواقع
الالم فعلا هو المحرك، الخوف من احكي لنا الالم. معلش بقى على حاسس وانت بتتكلم على الالم ان انت ايه، يعني في كرابيج في ظهرك وفي يعني ده حقيقي. انا تطفو السجاير تحت ظهرك يعني في عذاب يعني. حقيقي يعني انا دايما دلوقتي حتى لما باخد كورسز او اقعد مع ناس فيجناري، ناس عندها رؤيه وبتعرف يعني ايه تحط رؤيه للشركات والكلام ده، يقول لك ان انت لازم فروم داي زيرو تبقى عارف انت هتروح فين وايه الفاليوز بتاعتك وايه الميشن بتاعت الشركه والكلام الكبير اللي احنا بنقعد نتكلم فيه ده. انا واحد من الناس لما بدات البيزنس بتاعي ما كنتش بادئه عشان انا عندي رؤيه وعندي حاجه عايز اعملها. لا، انا بدات الشركه بتاعتي من موضع الم، ان انا كنت جزء من منظومه ناجحه وبتشتغل بقالها سنين في الماركت، والمنظومه دي بوفاه المؤسس بتاعها انهارت. وكانت حلم بقى، يعني انت كنت عايش جزء من حلم كبير، وشاهدت زي ما شاهدت صعوده بشكل كبير جدا ان هو يبقى واحد. شفت الانهيار، شفت كل الحاجات وهي بتحصل قدام عينيك، شفت كل مؤشرات الفشل، شفت كل الحاجه بتؤدي اليها يعني. احلامك طبعا وقتها انهارت قدام انهيار تام وفي التوقيت ده ما كانش اختياري ان انا يلا اروح افتح شركه عشان انا ابقى بيزنس مان. لا، انا كان الموضوع سيرفايفل، ويمكن التوقيت اللي انا بدات فيه الشركه كان سيرفايفل للكوكب، مش ليا انا شخصيا يعني. فتره الكورونا فشل عالمي. في فشل في فتره الكورونا دي يعني انا بدات الشركه في نفس تقريبا التوقيت بتاع ظهور الوباء، يعني يمكن والشركات بتقفل وانت بتفتح. يعني انا بدات واول منتج طلع ليا في الماركت، يا جماعه احنا في لوك داون والطريق ويمكن الطريق كان ناقصه شويه ضلمه بس. دي كانت البدايه. ويمكن والله يعني صدفه ان في نفس التوقيت اللي هم بيعلنوا فيه ده انا كنت بمضي مثلا عقد مع اكبر مولات في مصر ان انا ابقى متواجد ببارتيشن وبوسز ابيع فيها المنتجات اللي انا بدات اصنعها، مع ان كل الناس راحت اونلاين. لا، ما هو انا كنت يعني في اللقطه اللي قبل ده على طول، اول ما مضيت العقود هم قالوا هنقفل المولات. وطبعا يعني كده انت طالع من ازمه شركه بتنهار الى انك بتفتح بيزنس جديد. ده حقيقي. الى انك ماضي عقود وبتتحمل تكاليف. دخلت كورونا قفلت لك كل اللي انت بتحلم بيه. والناس اللي كانت المفروض كوفاوندر معايا في الشركه قالوا لي بص، احنا الشركات بتقفل ومش هنقدر نتحمل رواتب موظفين، احنا عايزين نقفل الشركه، قفل الموظفين، احنا هنخرج مش هنكمل. انت كملت؟ انا بقى كملت لوحدي يعني. هم خرجوا باستثمارهم، وده كان مؤلم جدا جدا يعني. لانه كان في البدايه وبرضه يعني انا لما ابتديت كنت بادئ بكونسبت جديد في الشركه. كنت دايما يعني انا كان ليا رحلات لكوريا، بحب كوريا جدا، بحب الكوريين جدا، كنت بشتغل معاهم يعني ايام شركتي القديمه. فكنت منبهر جدا بالتطور اللي هم وصلوا له في عالم الكوزماتكس. والكلام ده يمكن من 2014 و15 و16، من قبل الكلام ده كله، من قبل ما اسس الشركه وانا رايح جاي عليهم وبشوف هم واصلين لفين. فكنت الانبهار اللي انا شفته ده كان نفسي في يوم من الايام اشوفه في مصر، انه ان انا يبقى عندي شركه او ان انا ابقى جزء من كيان قادر يعمل منتجات تجاري اللي هم بيعملوه ده. فيمكن كنت بدور على بارتنرشيبس مع مصانع ان انا اشوف التكنولوجي اللي هم شغالين بيه. هل حضرتك شايف ان مصر بقى فيها مصانع تقدر تنافس المنتج الكوري، ولا ما زال المنتج الكوري يعني ليه وضعه في السوق؟ والله بص، يعني في البدايه يعني لما بدات الشركه كان الموضوع صعب شويه، لكن دلوقتي لا، يعني المصانع في مصر وصلت لماتيوريتي ليفل محترم، يعني وصلوا لمرحله نضج. اولا هم عملوا تبادل خبرات كبير مع المصانع في كوريا، وبقوا عملوا شراكات معاهم، وقدروا ان هم يجيبوا لنا التكنولوجي والانجريدينتس اللي انا كنت يمكن بحلم بيها من ساعه ما بدات الشركه، بدات دلوقتي تكون موجوده. فلا يعني الصناعه المصريه في المجال ده بدات تبقى تاخد منحنى محترم جدا. حتى يعني سمعه المنتج المصنع محليا في التصدير بتتحسن، وده يمكن بيخدم الرؤيه بتاعتنا في التوسع خارج مصر. ممتاز. لكن زي ما بقول لحضرتك يعني هو مفيش حاجه يعني بدات سموث، هو كل حاجه لازم صعوبه. يعني بس ما زالت الصعوبه موجوده يعني. اعتقد
في ماركت زي الكوزماتكس هو يعتبر ريد اوشن، يعني احنا في خناقه دمويه شديده بين طبعا. كومبيتيتورز جايين من بره مصر واللي جوه مصر، صح كده؟ طبعا. آه ازاي بقى بتاخدوا قرار جريء ان انا انزل منتج جديد ينافس، وازاي بتتوقع تقبل العميل ليه؟ ولو منتج انت كنت راسم له رسمه معينه وفشل بتسحبه ازاي؟ يعني الداينامكس بتاعت الحته دي عامله ازاي بقى؟ طيب اللي حضرتك بتقوله ده طبعا واقع وموجود، وتاني زي ما كنا لسه بنقول ده اللي بيبقى الفرق بين الماركتير النظري والماركتير اللي فعلا يقدر يحط استراتيجية ناجحة. كلمة السر اللي بتجاوب على سؤال حضرتك هي اللي احنا بنعرفها بالكاستمر سنتريستي، او ان العميل يبقى دايما في منتصف، دايما هو اللي في نص تركيزك واللي بتبني عليه كل شيء. قرب وبعد الشركة عن العميل هو ده اللي بيحدد قدر نجاحها من فشلها. كان دايما حتى لما بنيجي نتكلم عن الناس اللي أثروا وغيروا مسار البيزنس أو الماركتينج في العالم، دول ناس قليلين جدا يتعدوا على أصابع اليد الواحدة يعني. لما تيجي تشوف إيه الحاجة الواحدة اللي كومن بينهم الناس دول، هتلاقي إن كان عندهم القدرة على التنبؤ باحتياج العملاء رايح فين بكرة قبل ما العميل نفسه يفهم. يعني كلما كنت اكثر وعيا وقدرة على التنبؤ كل ما تنجح في السوق. طبعا، وده حضرتك تشوفه طبعا مثلا في ستيف جوبز مثلا. الراجل ده وسط ما العالم كله كان في الهايب بتاع البلاك بيري والموبايل اللي بزراير وزراير عماله تكتر هو نزل وقال، وعنده التصريح الشهير بتاعه ان مش دايما العميل بيبقى عارف هو عايز ايه. انت متخيل قدر الانتسيبيشن والقدره على رؤيه المستقبل عامله ازاي؟ وده هتلاقيه برضو حصل مع هنري فورد عنده قول شهير جدا ان if I asked people then what they needed they would have said faster horses. انا لو سألت الناس قبل ما يخترع العربية هم محتاجين ايه، كانوا هيقولوا احصنة اكثر سرعة. بالظبط. فقدرتك على ان انت تفهم العميل بتاعك بشدة وتعرف احتياجه الحقيقي ايه وتقدر تخلق له حاجة بتلبي الاحتياج ده، هو ده اللي بيجاوب على سؤال حضرتك استراتيجية هتبقى ناجحة ولا لا. هتقدر تنزل وانت واثق ان المنتج او الخدمة اللي بتقدمها ناجحة ولا لا، قربك للعميل وفهمك الحقيقي ليه والاحتياجات. يعني زتونة الموضوع ان كل ما انا فهمت احتياجات العميل وكل ما انا وفرت له قيم اكتر في منتجاتي وعملت بقى ايه، وفقت راسين في الحلال بين القيم والاحتياجات، انا كده بنجح في السوق. ده قولا واحدا دي حقيقة، والجوروز الكبار بيتكلموا على الموضوع ده، وبيتر دراكر اتكلم على الموضوع ده بمنتهى الوضوح والصراحة، وقال ان الماركتنج الحقيقي في تعريفه للماركتنج الحقيقي هو ايه، هو انك تقدر تفهم العميل بشدة واحتياجاته الحقيقية لدرجة ان المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها تبقى بتبيع نفسها، انت مش محتاج تبيعها خلاص، هي اتس فيتنج النيدز بتاعته فهي بقت بايعه نفسها لوحدها. يعني اكنها يعني نقدر نقول اكنه زيرو بادجت بالظبط كده. هو طبعا مش زيرو، ولكن ما هواش قايم على الصرف بس. يعني طبعا سوق الكوزماتكس من اكتر الاسواق اللي بتصرف عليها دعايه دلوقتي، واللي شغالين فيها بيصرفوا دعايه بكميه خرافيه علشان يعرف يبيع طبعا. لكن في بعض البراندز بتنجح في ان هي تبني ولاء للعميل ما تحتاجش تصرف مصاريف ضخمه جدا قد الناس اللي ما عندهاش ولاء للعميل. وده بالظبط اللي احنا بنعرفه، بنقول ان في فرق بين البراند المشهور والبراند القوي. البراند المشهور هيصرف كتير قوي 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 علشان اوصل لعدد كبير جدا من الناس، بس لو ما بقيتش موجود بكره ما حدش هيفتقدني. البراند القوي بيصرف برضه بس في ان يفهم العميل واحتياجاته اكتر واعمل له حل مناسب ليه اكتر، فلو انا مش موجود بكره هيفتقدني وهيسال انت فين. وده الفرق الشهير بين الفيمس براندز والباورفul براندز. ممتاز. طيب هل عندك منتج نزل السوق وكنت متفائل بيه جدا بس اكتشفت ان النيدز مش واضحه، او النيدز اللي انت كنت متوقعها؟ يعني هل المعادله دي رغم ان حضرتك فاهمها كويس ودارسها كويس، هل برضو بيحصل اخطاء؟ يعني هو لو مش بيحصل اخطاء تعرف ان انت قاعد مكانك. يعني انا في حد من الناس اللي اثروا جدا في حياتي، وهو يعني بيزنس مان ناجح جدا، هو خالي بالمناسبة. كان دايما بيقعد معايا زمان وانا صغير ويكلمني على ان كتير من اللي حواليه ومن زمايله ما نجحوش النجاح اللي هو ما شاء الله قدر ينجحه، بس كانوا دايما بيقولوا ان ده ناتج عن الحظ. انت اتكعبلت في حاجات كتير. وانت بالظبط كده. اتكعبلت في فرص كتير كده باللفظ ده. وكان لما يقعد يتكلم معايا يقول لي
على فكره انا موافق على اللي هم بيقولوه، بس انا عندي كومنت واحد. هو انت لو قاعد مكانك عمرك هتتكعبل؟ مستحيل. انت هتتكعبل لو ماشي، صح. نسب انك تتكعبل اكتر لو بتجري. ولو اتكعبلت ووقعت وما قمتش تاني مش هتتكعبل تاني خلاص. بالظبط لكن كده. لو انت فعلا عمال بتتكعبل يبقى انت معناها كل ما بتتكعبل بتقوم تقف. وبتعلم وبسعى صح. وبنجح. فإجابة سؤال حضرتك، عندك يعني نموذج لفشل منتج نزل؟ لا، أنا عندي اللي أسوأ من ده شوية. أنا الحقيقة عشت وعاصرت لونش لمنتج كان متوقع له إن هو يكسر الدنيا. اللونش ده اتصرف عليه فوق €1,000,000. اوف. والرقم ده رقم حقيقي. رقم مخيف. كانت يعني واحدة من أكبر قصص الفشل للونش أنا شفته في حياتي. مع إنه مدروس وكل حاجة. الحقيقه مدروس، بس من الليرنينجز اللي احنا طلعنا بيها ساعتها واللي كنا شايفينها ان ساعات كتير قوي الشركه او الماركتير بيفول ان لاف وذ هيز بلان او هيز استراتيجي او هيز براند. ده خطأ رهيب طبعا. ان انت بعد ما تبذل مجهود في خطتك تحبها لدرجه ان انت الحب الاعمى، يعني زي ما الواحد يحب واحده مثلا بتخليه ما يشوفش قدامه، انت ممكن تحب البراند بتاعك فما تشوفش اخطائك في الخطه اللي انت حاططها. ده حقيقي، وده يمكن بيفرق البيزنس اللي بيكون بيقوده ناس عندها يعني قدر زي ما بيقولوا الريزيلينس او المرونه وتحمل الصدمات. تحمل الصدمات لان انت بتكون عامل الهوم ورك بتاعك وعامل ماركت ريسيرش وعامل فوكس جروبس وطالع بريزلتس وانت الموضوع كله دريفن باي داتا، ان انت مش شغال بس باللي انت شايفه واللي انت حابه. بس في حقيقة يعني مطلقة بتقول ان العملاء اللي انت بتستهدفهم دول مختلفين. يعني لو انت بتستهدف شريحة معينة فهم جوه الشريحة دي هم مختلفين، هم بشر. انا ممكن اكون متخانق مع مراتي النهارده اهتماماتهم ابقى عايز اشتري منتجك او ابقى ضده تماما. هي خلاص باظت. اهتماماتهم بتتغير بشكل مختلف تماما. العملاء نفسهم بيتغير، يعني غير ان هم بيتغيروا، هم مختلفين وبيتغيروا. وكل الكومبيتيتورز بيرياكت، او كل المنافسين ليك في الماركت بيرياكت ان هم يرضوا العميل نفسه. ففي ماركت زي بتاعنا في حتة الكوزماتكس هو قايم شوية على الترند وقايم شوية على صناعة انه كل شوية في تغيير. فالنهاردة الكاستمر بتاعتك اللي انت كنت بتارجتها على ما انت نفذت الاستراتيجية بتاعتك هي اتغيرت، هي تماما اتغير. هو في ترند طلع جديد تاني غير اللي انت كنت عايزه. فاللي بيحصل هنا ان في ناس زي ما حضرتك بتقول كده بتحب الاستراتيجيه وبتحب البراند، تحب اللي هي بنيته، تعبت فيه قوي، فتفضل تعند مع العميل. ما ينفعش تعند. يعني صح. هو في الاخر انت لازم يكون عندك بقى حته المرونه، ان انت يعني تمتص الصدمه بتاعت ايه ده انا بعد ما اشتغلت وعملت انا مضطر اغير في ده ومضطر اعدل عشان خاطر هي دي سنه الحياه. صحيح. انا كان عندي مدير في شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها كان بيقول لي وي بلان تو ري بلان. صحيح. يعني هو كان مدمن الموضوع ده. يعني لما يتعرض عليه بلان يسالك طب هو احنا هنري بلان امتى او هنري بلان فين. صحيح. اللي هو تبقى انت قاعد تدخل بقى الميتنج معاه تعمل بلان A وB وC علشان لما يسالك هنري بلان امتى تبقى انت جاهز. وانا عايز اقول لحضرتك يعني من الحاجات اللي مش بيعلموها لنا في الكورسز بتاعه الليدرشيب يعني او مهارات القياده، من الحاجات الهيدن اللي الواحد بيتعلمها مع الوقت هي التعامل مع الغموض بشكل عام. يعني انت مش دايما الدنيا ابيض واسود. هو ده الطبيعي ان هي بتبقى في منطقه رماديه كده ما بتبقاش فيها وخصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. يعني هو المنطقه الرمادي بتزيد. هي في فوكا ترندز اللي هي حته الفولاتيليتي، الدنيا شديده التطاير، كل شويه بحال في انسرتينيتي، في حاله من عدم التاكيد في كل حاجه، في كومبلكسيتي، في تعقيد في كل حاجه. فانت الموضوع ملوش مثلا حاجه معينه بتقيسها فهتاخد القرار عليها، في امبيجوس، في اللي هي الضبابيه الشديده في كل حاجه. فانت بتتعامل مع الموقف ده. في AI كل يوم بيقعد ناس في البيت وبيطلع وظائف جديده، في حروب بتقوم واحتياجات بتختلف وعملات بتتغير واسواق بتقفل صحيح. فكل المتغيرات معلش وانفلونسرز مصعبين الدنيا علينا معاناه طبعا ويعني انا موافق جدا على الكلام اللي بيتقال ده، بس هنا لازم يبقى عندنا شويه حساسيه في حته ان
انت لازم يبقى عندك من الفلكسبيليتي والاجيليتي ان انت تريسبوند للي بيحصل، تادابت للداينامكس اللي بتختلف في الماركت. بس تاني وخلينا نرجع للستارز اللي في سماء البيزنس والماركتنج. واحد زي جيف بيزوس مثلا لما قال ان be stubborn بتاع on vision. أمازون؟ yes. be stubborn on vision, flexible on details. ففي الاخر انت لازم يبقى عندك استراتيجيه او فيجن، رؤيه واضحه وصريحه. احنا الثلاثه دلوقتي هنتفق ان احنا رايحين اسكندريه، خلاص احنا هنقوم نروح اسكندريه، هنروح من انهي طريق؟ هنشوف بقى ده واقف، لا ده اسهل، لا ده اسرع. لو جينا في النص قلنا طب ما اسوان حلوه برضو، طب يلا نلف نروح اسوان، بس الغردقه برضو هتفضل واقف مكانك. فلو بوصلتك ورؤيتك ثابته بيستبن عليها، دي لازم نوصل لها. الطريقه اللي هوصل لها ازاي دي محمود كان بيتكلم عليها، ان لا انت لازم يبقى عندك من الاجيليتي والفلكسبيليتي انك تادابت وتفهم الاول. من عشان ادابت لازم اسمع هو ايه اللي بيحصل واشوفه وبعدين ادابت ليه. عشان كده يعني الناس بتتكلم على ميسي ان هو عنده ريزيلينس غير طبيعي، لان هو عنده هدف يروح للجون، بس يعني الناس كلها تهاجم عليه اروح ازاي. فهو شغال، بتلاقيه ايه، رجله الشمال واليمين شغالين علشان يتخطى كل الصعاب ويوصل في الاخر للجون. صحيح، يعني هي الموهبه، ودي حته يعني يمكن في ناس بيبقى عندها الموهبه بتاعت رياده الاعمال مثلا، او فيها جزء هبه من ربنا يعني، وبيسموها النوليدج بوكت يعني، او الحاجات التانية بقى اللي هو اتعلمها سواء بقى بدراسة، سواء بقصص فشل وقصص نجاح شافها، اتعلم من غيره، بيصرف فلوس على نفسه وبينفست عشان خاطر يتعلم كل يوم حاجة جديدة. بيترجم النوليدج دي، لو ما ترجمتش المهارات على أرض الواقع، يقدر يستخدمها في ان هو يقوم البيزنس، في ان هو يبني تيم، في ان هو ده كل ده بيقولوا سكند بوكت يعني اوف سي او سكند بوكت اوف اي حد بيليد اي بزنس، يوصلوا للثيرد بوكت اللي هو النتورك. ان يعني دلوقتي مثلا في ناس مجرد ما بتبدا بزنس هي بيبقى النتورك بتاعتها بس هي قادره ان هي تقوم البزنس. صح. يعني بس عشان كده الناس اللي بتدخل مع شارك تانك بتحس ان هو يعني بيشتري نتورك اكتر ما هو بياخد فلوس. واشطر ناس بتنجح في ده بالمناسبه هم اللي عندهم التو بوكيتس الاولانيين مليانين. هو عنده البوكيت بتاع النوليدج، وبعدين عنده البوكيت بتاع السكيلز، خلاص، بس هو ناقصه نتورك. فلما بيجي يتحط في الاختبار ده او بيدخل العالم ده بيبقى جاهز. لما بيحصل ان انت تدخل على بوكيت النتورك ده ومفيش نوليدج ومفيش سكيلز، الناس بتكتشف ان ده فاضي، الديل بيبوظ، النتورك دي بتبقى بالعكس بقى فاير باك. الناس تقول لك ده الراجل ضحك علينا، ده ما طلع ابيض بس بيعرف يشو اوف، لكن هو ما عندوش حاجه. ويمكن ما هو دي بقى الحته، ان النتورك بقى لما بتكون جايه لحد مظبوط بتوديه للريسورسز الانليميتد بقى، تتفتح ليه بقى الفرص والحظ اللي احنا بنحكي عنه، انه حد اجتهد وسعى وتحرك في ان هو يتعلم، فلما اتعلم بقى عنده سكيلز كتير، فلما اتحط في موقف ان هو يتفتح له نتورك قدر يبني النتورك دي، او لو فشل قدر يقوم تاني. بالظبط. طب عايز اسال حضرتك، ايه اكتر حاجه وجعتك في تجربه الفشل؟ هل الفلوس ولا الوقت ولا خساره ناس ولا ايجو؟ لان ده احيانا ساعات الواحد بيحس ان هو انا ازاي اخسر والناس تقول عليا فشلت. ايه اكتر حاجه بينفول في تجربه الفشل؟ لا، اكتر حاجه بينفول ممكن تبقى خساره الناس. ده حقيقي. دكتور محمد، طبعا هو الموضوع ده بيفرق من شخص لشخص، بس لو هتسالني انا بطبيعتي شخص فيري كومبيتيتيف، معترف بالموضوع ده. اكتر حاجه مؤلمه في تجربه الفشل بتبقى بالنسبه لي هي انك تكويستشن ثقتك في نفسك، او انك تفقد نفسك. بالظبط. لو فقدت او ثقتك في نفسك اتهزت سنه، دي بتفرق جدا 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 في كل حاجه. فلا دي بالنسبه لي جزء مؤلم. وعلى فكره ده برضو من الحاجات الليرنينجز او الحاجات اللي الواحد بيتعلمها من تكرار الفشل ده. واللي بيفرق بين شخص والتاني في اللحظات اللي زي دي هي قوتك في انك تقف تاني على رجليك وتقول يا جماعه انا فشلت عشان 1 2 3 ومش هقع في حاجه زي دي تاني. يعني نقدر نقول ان من مقومات ثقه الانسان بنفسه انه يكون فشل بقدر كافي وقام بقدر كافي وتوقع ده. يعني انا هقول لك على قصه لطيفه جدا. انا اليوم اللي اترقيت فيه، يعني انا من زمان جدا من وانا في الجامعه وانا عندي باشن للماركتنج وبدرسه من وانا في الجامعه، ومع ان دراستي كانت ميديكال، انا صيدله. فكنت عايز ادخل الكارير ده من وانا في صيدله، واتخرجت ودخلت الشركه المالتي ناشونال اللي دخلتها على طول وفضلت موجود فيها.
اليوم اللي انا اترقيت فيه وبقيت براند مانجر ده يوم السليبريشن يعني بالنسبه لي، مستنيه بقالي سنين. مديري وده واحد من الناس المؤثره جدا فيا، اتمنى ان هو يكون سامعنا يعني ويعرف الكلام ده. قال لي انا عايزك في المكتب. مهم دخلت، قال لي بص اقعد. قعدت. انت هتفشل. طبعا انا ساعتها في اللحظه ببص حواليا، انت امشي ولا ايه؟ قال لي انت هتفشل ولازم تبقى عارف ده ومتوقعه، بس تعرف حاجه، انا في ظهرك في المره الاولانيه، المهم تتعلم منها وما تغلطش نفس الغلطه دي تاني. غلطت نفس الغلطه دي تاني، انا مش في ظهرك، انت مع نفسك. هتغلط غلطه جديده، انا في ظهرك، احنا بنتعلم وبنكبر، وهو ده طريقك عشان توصل للحته اللي احنا كلنا متوقعين ان انت هتحصل لها. ده بالنسبه لي نموذج لليدرشيب ما تقراش في الكتب. صحيح صحيح. والتراست اللي بيديهولك والريسبونسبيلتي اللي بيديها لك في نفس اللحظه بتفرق معاك في اللي جاي كله. لازم تبقى متوقع انك هتفشل، ده بيحصل، ولازم بس ساعتها تبقى فاهم ان اللي بيفرق بينك وبين اللي هيقع هو ان لا، هقف على رجلي، هعرف الليرنينجز ايه، مش هقع في نفس الغلطه دي تاني. يعني يمكن انا هبني على النقطه دي اللي محمد بيتكلم فيها، انه في فرق ما بين ذاكره الفشل والتعلق بالفشل، اللي هو يعني في فرق. انا بفتكر تفضل عايش في التجربه ويوصل بقى ان الندم يتمكن من قلبك فتبقى خفيف. حلو تبقى يعني لان هو مفيش حد بيبني. يعني يمكن انا كنت محظوظ مثلا ان انا الاخ الاوسط، فعندي اخ اكبر ربنا يكرمه، يعني كان هو يغلط الغلطه انا اشوفها اتعلم ما اكررهاش. والله ده من الذكاء. فدي تبقى اقل واحد اتضرب بالظبط. لان كنت بشوف الغلطه فكره زي وهو ده مؤثر جدا. يعني انا برضو يعني كان ربنا اكرمني لما انا كنت بشتغل في شركه قبل ما افتح البيزنس بتاعي، ان كان عندي مدير رول موديل برضو. كان هو حتى كنت انا بتعلم من اخطائه واشوف ايه الحاجات اللي انا ما بحبش ان انا اعيشها لو انا اللي مكانه. يعني كان من ضمنها مثلا انه الاهتمام الصحه النفسيه والصحه البدنيه ومدى الريفليكشن بتاعها على البيزنس وعلى التيم وعلى كل حاجه. ان مثلا ان الراجل اللي قائم على البيزنس ده لو مش بيطور في نفسه، في دماغه وفي صحته وفي واخد باله من نفسه، البيزنس كله في خطر. صحيح. طب خلينا نلخص اللي احنا قلناه كده عشان نبقى بنرتب دماغنا. احنا قلنا ان معلمة السوق في انك انت تجد الاحتياجات او النيدز عند الكاستمر بتاعك، خصوصا النيدز الامبليسيت او المجهولة، صح كده؟ انا قلتها كده صح. الانمت نيدز اللي ممكن العميل نفسه ما يبقاش عارفها. صحيح. دي انا اكتشفها قدر الامكان، واطلع قيم وفاليوز قدر الامكان في منتجاتي، وابدا اوفق بينهم علشان اوصل للعميل وارضيه. دي المعادله النجاح، معادله نجاح معلم التسويق بالظبط كده. طيب عملتها واكتشفت ان في غلطه في النص، المفروض ما اقعش في غرام الخطه اللي انا حطيتها. لا، الخطه دي مش جزء من كرامتي ومش جزء من شخصيتي، ده ممكن اغلط فيها واعدل فيها طول ما انا عايش. صح ممكن كده؟ اعترض. لا، هو ده مش ممكن، ده انا لازم أغلط وهيطلع غلطات وابقى عارف ان ده هيحصل، وابقى عارف ان انا كل يوم هعدل. يعني في مقولة كده شهيرة على الحياة العملية بتاعتنا اللي هي you are paid to find solution. انت بتاخد مرتب مش عشان تنزل تخترع العجلة، هي اخترعوها من زمان عشان المشكلة اللي هتواجهك النهاردة تحلها، عشان انت هتواجهك مشاكل بكرة وبعده، فلازم تحلها. بالظبط. حلو. وبرضو لو قلنا ان التجارب الفاشله دي انا لازم يكون عندي اساس ثابت، ما بقاش بروح وباجي، ابقى مرن ولكن مش طري، يعني مش زي العجينه بتشكل اي شكل. لا، انا ليا اساس ثابت برجع له، زي ما قلت كده البوصله. احنا رايحين اسكندريه ناكل سمك ان شاء الله، معزومين. يلا بينا. رايح اسكندريه ناكل سمك. لا، خلينا نقولها بالاسكندراني بقى. هنروح اسكندريه ناكل سمك. احلى كتير. ايوه. فهنروح بقى بالقطر بالعربيه ايا كان، احنا مرنين كفايه. بالظبط. ان لو طريقه فشلت هنشوف طريقه تانية، بس لنفس الهدف اللي عايزين نوصل. بالظبط. يبقى ثبات الهدف ووضوحه ده شيء مهم جدا. دراسه العميل كل يوم وكل لحظه لانه بيتغير زي ما حضرتك قلت، ده شيء مهم جدا. ان انا افضل اتابع العميل بتاعي، وان انا اكتشف قيم جوه المنتج بتاعي علشان اقدمها للعميل، فبالتالي يعني يبدأ يبقى انجيجد، واعرف تماما ان انت هتفشل وان انت هتبلان وهتريبلان طول ما انت عايش وطول ما انت بتشتغل. وده ياخدنا لسؤال، لو هتسمحوا لي بقى ان انا كمان اطرح سؤال طبعا. اتفضل. هو امتى
الماركتنج او الديبارتمنت بتاع التسويق مع اهميته الشديده والقصوى في اي شركه يبقى خطر على الشركه؟ امتى الماركتنج يبقى خطر على الشركه؟ اوف، سؤال خطير. طبعا. والحقيقه انه اجابته حضرتك قلتها دلوقتي. لما انا اعند في الغلط، لما ما اعترفش بالغلط واقول يا جماعه ده كان خطا احنا غلطنا فيه، وادي الطريقه اللي هنصلحه بيها ومش هنقع في نفس الغلط ده تاني. يمكن يعني في القرآن يعني ولم يصروا على ما فعلوا. أيوة. يعني ربنا صحيح. دايما الإصرار على الخطأ. يعني الناس بتخلط ما بين مفهوم البرزيستنس والكونسيستنسي وان انا مصر وهعمل وبتاع، وما بين حبيبي انت كده بتعند في الغلط. انت صحيح. محتاج تعدل مرحله الكبر. بالزبط. انا بتكبر على الغلط فتعمل مصيبه أسوأ كبيره من الغلط نفسه. يعني خلينا اقول لحضرتك ان فاكر قصه الفشل اللي قلناها في الاول، اللونش اللي كان من أسوأ الحاجات في المعامله مع موقف زي ده، ان الناس اتكبرت في اللحظه دي على ان احنا غلطنا. اصلا لو صرفت مليون يورو هروح اقول ايه لصحاب الشركه؟ ليش يا جماعه انا خيشت مني في مليون يورو؟ مصيبه طبعا. طيب اعمل ايه؟ انا عندي 1000 طريقه وطريقه ابيع بيها ان لا ده نجح بس بالزاويه اللي انتم ما شفتوهاش وهكذا. انت هنا بتعمل ايه؟ تستنزف الشركه اكتر او بحور علشان اطلع من عشان مكاني، بحافظ على مكاني دلوقتي بس. فانا بستنزف الشركه اكتر، لانه طول ما انت ماشي في السكه دي هتصرف اكتر علشان تبين حاجه مش حقيقيه ومش قيمه حقيقيه، بس بتشتري وقت لغايه ما برضو الموضوع هيضرب في وشنا كلنا. وده برضو في الاخر باي ذا واي اللي حصل. وده ساعتها لو الماركتير اللي موجود دي طريقه تفكيره، هنا بيبقى الماركتنج خطر على الشركه، ويتحول من انجن المفروض انه بياخد الانسايت يحولها لديماند، ويحول بعد كده الديماند لجروث، انه لا انت كده واخد الشركه ورايح بيها في حته سيئه جدا. صحيح جدا. صحيح. طيب احنا السوق دلوقتي بقى فيه كميه تحديات خرافيه. طبعا العميل بقى ويل اديوكيتد، بقى متعلم بشكل ممكن يبقى احسن مننا، احسن صحيح. من صحاب البيزنس. صحيح. دي مشكله. المشكله الثانيه ان السوشيال ميديا انفلونسرز كانوا مؤثرين. انا بس يعني مش عارف أيوة. حقيقة 100% كده ولا لا. طبعا تتفقوا معايا. كانوا هم ما زالوا مؤثرين، بس اقصد ما بقاش بنفس الدرجه اللي كانت طبعا موجوده مثلا من سنه مثلا ولا حاجه. والكوست بتزيد جدا بشكل عنيف، كوست السوشيال ميديا انفلونسرز. والماركت بتاع الكوزماتكس قايم بشكل كبير على الكونتنت والسوشيال ميديا انفلونسرز. بتواجهوا ازاي بقى الصعوبه دي؟ يعني دي صعوبه اعتقد ناس كتير في السوق بتشوفها دلوقتي. الكوست، انا بس هعيدها تاني عشان الناس تبقى مركزه معانا. تكلفه السوشيال ميديا انفلونسرز، ومشكله ان العميل بقى واعي كفايه وفاهم كويس جدا عن المنتجات. حضرتك بتتكلم في نقطه تقريبا احنا كان بقالنا اخر اسبوعين انا ومحمود ما بنتكلمش غير عليها، فيعني هي في الجون ده في الثمانينات. بس خلينا ناخد ستيب باك كده شويه. دي برضو من الحاجات اللي لو الناس ما وعتلهاش دلوقتي طبعا هتعمل لنا مشاكل بعدين. طبعا ومشكله ان تكلفتها ممكن تبقى خلاص مش عارف اخرج من الوضع اللي انا فيه، استنزفت طاقتي والريسورسز اللي معايا. صحيح. بس انا هرجع ستيب باك كده لورا واقول لحضرتك تاني احنا بنتعامل مع الموضوع ده ازاي. هرجع للنقطه اللي احنا كنا قلناها، انت لازم تبقى فاهم هو انا هتارجت مين بالظبط، العميل اللي انا هتارجته مين. ونرجع لواحد من اعلام البيزنس والماركتنج كاتلر، وهو بيتكلم على الديفينيشن بتاع الماركتنج بالنسبه له. هو ايه الماركتنج؟ الماركتنج بالنسبه له هو الساينس اند ارت. ادي اول حاجه. هو علم وفن. ان انت تكريت اريل فاليو، قيمه حقيقيه وتخاطب بيها نيد حقيقيه عند تارجت كاستمر معين ات بروفيت. ادي الخمس حاجات بالنسبه له اللي في الماركت. بالعربي بقى الخمسه. يعني ان انت الماركتنج ده او التسويق هو العلم والفن اللي انت بتخلق بيه قيمه حقيقيه عشان تخاطب احتياج حقيقي عند عميل محدد ومعين بشكل مربح. بمكسب. لو انت بشكل مربح بالظبط بشكل يعني مربح. لو انا جيت لك كماركتير قلت لك بص انا ماليش في التارجت، انا هعمل لك براندنج حلو جدا بس انا مش بتاع سيلز وماليش في الماركتنج، هتعيني عندك؟ اقول لك ما اعرفكش. مش عايز اعرفك. عشان نكون متفقين يا جماعه، اي واحد بتاع ماركتنج هيقول انا ماليش في التارجت ده مش بيحقق الخمس حاجات بتوع الديفينيشن. حضرتك ده المشكله اللي واقع فيها ماركتيرز كتيره جدا صح. جدا. الاحصائيات على فكره اللي طلعت مؤخرا كانت بتتكلم على ان اغلب الماركتيرز في الشركات ما بيترقوش ومش هيترقوا. دي حاجه حقيقه صادمه شويه، مش كل الناس عايزه تعرفها بس دي حقيقه. ليه؟ لان الشركه مش بترقي اللي بيتكلم ماركتنج، الشركه بترقي اللي بيتكلم فلوس. الله. دي حقيقه. صح. واي صاحب شركه سواء برايفت بزنس او كوربريت
الشركه بتبقى باصه اللي بيعرف يتكلم فلوس. عشان كده لو في نصيحه واحده هنقولها لاي ماركتير بيسمعنا دلوقتي، هتبقى انت لازم تفهم فلوس وتعرف تتكلم فلوس، مش ماركتنج بس. نرجع للنقطه اللي حضرتك كنت ذكرتها برضو. طيب بنعمل ايه؟ بنسمع للعميل، وده اللي انا ومحمود كنا فيه مؤخرا في فوكس جروب، علشان نقدر نفهم هي التارجت كاستمر بتاعنا بيفكروا ازاي. خد بال حضرتك من حاجه خطيره جدا جدا جدا، انت ما بقاش دلوقتي ينفع تسال العميل هو انت عايز ايه. صح. الكلام ده كان موجود زمان. صح. والخرافه بتاعه الكواليتيتيف والكوانتيتيف ماركت ريسيرش اتعدل فيها كتير جدا جدا. واحب ارشح للناس يقروا كتاب مهم جدا اسمه بيولوجي لمارتن ليندسترم، بيتكلم فيه على الموضوع ده باي اوبنر كونسبت. ازاي ان انت لما بتروح تسال العميل انت عايز ايه، بيجاوب عليك اجابه تبقى غلط 100%، وهو الحقيقه مش عارف ان هو بيكذب. بايزد يعني بايزد. هو يعني بالزبط. يعني مش بيجاوبك إجابة حقيقية، هو بيجاوبك إجابة مناسبة للموقف أو علشان ما يزعلكش، أو لو أنت او جايب له مناسبه للي هدية. هو نفسه يعمله او اللي شايف أيوة نفسه بالظبط. فيه، او طموحاته. اي حاجه من الحاجات بالظبط كده. تاخدها تبني على الانسايتس دي، فتعمل منتج او خدمه كويسه جدا جدا، تنزلها تخيش تخيشه جامده جدا جدا. طبعا. يا جماعه طب ما انا سالت ما بقتش كده. انت لازم تبقى اقرب بكتير للعميل. نزلت انا ومحمود وقعدنا في فوكس جروبس تقريبا 4-5 ساعات. ما ينفعش تسال السؤال بطريقه مباشره، انت بتحاول تعرف هي الناس دي عايزه ايه، بتتكلم في ايه، ولازم تخرج بره الموضوع وتفهم هو النيد الحقيقيه وطريقه تفكيرهم واحساسهم عامله ازاي. يعني انت بتعمل علاقة اكنها شخصية وطيدة مع العميل بتاعك. انت لو ما عملتش كده مش هتعرف. واحيانا بتكون من غير اسئله. يعني انا احيانا مثلا اوبزرفيشن بتفرج عليه. انا مثلا كنت بروح احضر ايفنتس للشركه عندنا في السعوديه في الرياض. كان الهدف منها ان انا اقف اتفرج. اقف اتفرج الريسبونس بتاع العميل لما بيشوف العلبه، بيبص على ايه، بيعلق على ايه، رد فعله على السعر، على الاوفرنج، على البروموتور اللي واقفه بتتعامل معاه. كل تفصيل، كل تاتش بوينتس بقى اللي احنا بنسميهم في الماركتنج. انا واقف بسجل بعيني كل حاجه وبكتب انسايتس. ويمكن كنت بقعد كده في ايفنتس يعني يوم واثنين وثلاثه، وده خلانا ناخد ديسيشنز مهمه جدا ان احنا محتاجين. بس من كلامكم كده استشفيت برضو حاجه ممكن تبقى نصيحه مهمه لاي واحد في الماركتنج: اطلع بره مكتبك. 100% 100% لما يبقى السي او والسي ام او بيطلعوا من المكتب بنفسهم، يقابلوا الكاستمرز ويسمعوا منهم ويوبزرف الكاستمر او يراقب البيهيفير بتاعه وسلوكه. زمان كان بيقول لك البقاء للاقوى، دلوقتي البقاء للاكثر استجابه للتغيير. يعني من ال10 سكيلز او الاكثر 10 مهارات مطلوبه في 2026 ل 2030 قدرتك على الاستجابه للتغييرات والتكيف معاها. يعني بقول لك دي مهاره من المهارات اللي الاي اي يعني مش هيموتها. يعني البشر محتاجين ان هم ينموا المهاره دي، زي مهاره التعامل مع الناس والكوميونيكيشن بشكل عام. هي بتتزايد الطلب عليها، زي ان انت تقدر تتواصل مع الناس وتفهمهم وتستجيب للي هم عايزينه. طيب نرجع بقى لحته السوشيال ميديا انفلونسرز والكوست اللي بقت عنيفه جدا بسبب الناس دي. بتحلوها ازاي؟ طيب هو اولا يعني احنا من الحاجات اللي طلعنا بيها في الفوكس جروب ده الرئيسيه كانت ان فعلا العملاء دلوقتي ما بقوش بيثقوا خلاص في الموضوع ده زي الثقه بتاعت الفتره اللي فاتت. نزلت الثقه، نزلت جدا. لا ما زالوا ليهم اثر طبعا ليهم اثر، بس الموضوع ده بقى دايما question of هو الكلام ده paid ولا حقيقي. ده بقى دايما السؤال اللي العملاء بيفكروا فيه. ما انا مره كنت في ميتنج مع عميل فبيقول لي ما انا برضو مش من منطقي ان انا الاقي مثلا واحده زي ياسمين صبري بتستخدم صابونه لوكس مثلا، عارف اللي هو يعني في حاجه غلط. ما تحكوش عليا للدرجه دي. يعني احنا زمان من 10-15 سنه كنا بنقتنع. يعني شامبو كلير لما نزل مصر وجاب لك كريستيانو بيعمل كده، اقتنعت اشتريت. انا شخصيا يعني. فما بالك بقى الناس، مع ان انا ما عنديش شعر زي كده دلوقتي او كلنا ان شاء الله للاسف. ايام لما كنت بشتري احنا شعرنا طرف التسويق. فالمقصود ان في الاخر هم ليهم اثر، لكن الناس بنسبه كبيره وعيت. لان انا عندي بس كومنت على حته الانفلونسرز دي، ان هو كل شيء يعني كان في بيت شعر بيقول لك ما تم شيء الا وبدا نقصانه. يعني مفيش حاجه بتكتمل. انا شايف ان هم وصلوا للساتوريشن، ولازم اي حاجه بتوصل للمرحله دي بيكون فيها لازم تطور في تناولها. هي مش هتقف، لانه الناس بتبني التوقعات بتاعتها او بتكتشف احتياجاتها من صناع الرأي في كل مجال.
سواء المجال الطبي او زي ما حضرتك بتقول كده المجال التجاري في الاعلانات والكلام ده كله، فده هيفضل موجود. يعني دي دعوه للسوشيال ميديا انفلونسرز شخصيا، يا جماعه طوروا من نفسكم قبل ما يحصل ديكلاين. 100% لان انت حضرتك النهارده يعني في براندات طورت مفهوم الانفلونسر كونتنت لمثلا ان هم بقوا يعملوا الاي جي سي اللي هو الامبلوي جنريتد كونتنت، يعني المحتوى القائم على الموظفين. الموظف هو اللي بيعمل محتوى للشركه. يعني دلوقتي بقى في براندات بدون ذكر يعني عشان مش بنعمل كوميرشاليزيشن يعني قايمه على ان الموظفين بتوعها بقوا ستارز وبقوا بيمضوهم عقود ان انت خلاص انت بتاع البراند، وزي الانفلونسر كونتراكت كده، وخلاص هو بقى هو الستار اللي بيقدم المنتج. وده خلى برضو حته تانية تتطور شويه، ان بقى في الاف جي سي الفاوندر جنريتد كونتنت. احنا النهارده بنشوف فاوندرز لبراندات، محتوى المؤسس او صاحب الشركه هو اللي بيعمل. يعني انا مثلا كنت لسه بتكلم مع يحيى عن براند حلويات شهير، انا بقيت استنى الفاوندر يطلع يقول الريسيبي عشان انزل اشتري. يعني انا بقيت بحب المحتوى بتاعه، يعني ما بقيتش يعني هو ما بيستخدمش انفلونسر ماركتنج، هو شخصيه بيطلع يحكي حكايه المنتج عملها ازاي والهيستوري بتاعها ايه، وبيستخدموا بقى التصوير والحاجه. انا بقى الفيديو بيخلص انا عايز اعمل اوردر، انا عايز انزل بسرعه اعرف فرع واشتري. البيرسونال براندنج بتاع اي بزنس اونر اصبح شيء مهم طبعا، ده بقى شيء اساسي. وهرجع بقى برضو لسؤال حضرتك اللي كنت سالته لنا، طب احنا بنتعامل مع ده ازاي؟ احنا بنتعامل معاه زي ما بنصح كتير جدا من الشركات. هو انت بتقيس ايه؟ ده سؤال مهم. هل انا بقيس اللي كان بيتقاس اخر 10 15 سنه، بقيس الار او اي، بقيس الرواس، الريتيرن اون اد سبند، او المردود على التكلفه، الاستثمار، العائد على الاستثمار او العائد على او ايا كان الحاجات الصرف دي في الاعلانات. هتفضل تقيس الحاجات دي. بتقيس الريتش، وصلت لكام حد بالكامبين، بلا لازم هتفضل تقيس الكلام ده. بس لو هتقيس الحاجات دي بس، فانت عندك مشكله كبيره جدا جدا وهتصحى على كابوس. ايه بقى اللي المفروض اقيسه؟ لازم تقيس حاجات تانية متعلقه بالعميل تاني. يعني ايه؟ مثلا حاجه زي الكاستمر ريتيرن ريت. وانا العميل اللي اشترى مني مره رجع يشتري مني تاني من غير ما اصرف عليه، ده معناه ايه؟ ان العميل راضي. يعني انا بحول بوتنشال كاستمر، عميل ممكن يبقى هدف ان انا عايزه يجرب لانه جرب المنتج بتاعي مره بس، ده رجع تاني فهو كده عجبه المنتج بقى مستخدم. وفي مرحله من المراحل هيوصل ان هو يبقى ادفوكيت ليا، او يبقى عنصر من عناصر الدعايه ليا من غير ما اصرف عليه ولا جنيه. ليه؟ عشان المنتج او الخدمه اللي انا طلعتها قيمه حقيقيه. هو لان العميل بقى ذكي جدا جدا، لما لقى انها بتلبي احتياجه الطبيعي ده او الحقيقي ده، فعلا وصلت لانه بقى عنصر من عناصر الاعلان بالنسبه لي والدعايه بالنسبه لي. ودي من اهم واقوى الايتمز او البيلرز لاي شركه عايز تنجح، ان انت يبقى عندك وورد اوف ماوث، او ان يبقى العميل نفسه بيتكلم عليك كويس وبيوصفك لغيره وبيرشحك لغيره. فتقيس الكاستمر ريتيرن ريت. طبعا تقيس هو انا عندي ريتنشن قد ايه من الكاستمر، كل الناس اللي بتدخل تجربني دي في قد ايه بيفضل عميل ليا. اقدر اقيس عليه اللي احنا بنسميه الكاستمر لايف تايم فاليو، اللي هو ده اقدر اقيس عليه السنه كلها ده موجود معايا قد ايه. لو انا شغال بطريقه اصرف كتير قوي 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 علشان تجيب شويه فلوس، البيعه خسرانه. ده هارفارد بتسميه باد ماني. صحيح. كانوا بيفرقوا بين الباد ماني والجود ماني. الباد ماني هو اللي انت بتكسب دلوقتي بس فور فيوتشر، اللي هو ايه، عايشني دلوقتي ومش عارف. يعني احنا بنواجه الناس في الماركت بتاعنا، بيوصل معدل الصرف التسويقي ليهم على الاعلانات كلها بكل الشكل بتاعها ل 50% من حجم شغلهم. 50% 50% احنا من الايراد يعني. يعني 50% من اللي هو بيبيعه بيرجع يصرفه تاني. ده رقم مخيف. رقم مخيف. وهو للاسف هي اولا هي حاجه طبعا عمرها قصير، لان مفيش شركه هتتحمل ده طبعا الانفستمنت ده، لانه ده هيبقى نزيف، لانه ولا بيقيس ريتيرنينج كاستمر زي ما محمد بيقول، ولا بيقيس لايف تايم فاليو للعميل. هو بس بيسرفايف ان هو يصرف كل اللي يقدر يصرفه عشان خاطر يجيب نفس المبيعات. وهو بيقيسها ريفينيوز عشان خاطر يحدد قيمه الشركه عشان بقى تنزل في البورصه او يبيعها او لكن قصاد ده انت يعني مش هنقول بتبوظ الماركت، لكن انت يعني لا حقيقي بيبوظ الماركت. ده حقيقي. في شركات بوظت ده حقيقي. على فكره انا قريت statistics قريب على او احصائيات قريبه على البلاك فرايداي اللي فات. انا استغربت ان في شركات يعني هتطلع من السوق بسبب البلاك فرايداي، ان هو صرف كتير جدا في الكامبينز والكومبيتيشن، وعمل خصومات عاليه جدا عشان المنافسه،
بقى بيصرف دعايه ويعمل خصم بيقلل الربحيه بتاعته وعلى الصرف وما جابتش النتيجه المتوقعه. في شركه من الشركات في نفس مجال الكوزماتكس بدون ذكر اسامي كانوا بيبيعوا في بلاك فرايداي 2024 مثلا حوالي 5000 اوردر، في 2024 بايعين 400 رغم انه صرف اكتر من 2005، يعني صرف في 2025 اكتر من 2024. طب ده ليه؟ لان الماركت عنيف وبقت الناس واعيه وعارفه المنتج اللي فعلا كويس. هو بصراحه منتجاته في الافريج ما فيهاش حاجه مميزه، بيشتغل بطريقه كوميرشال او طريقه تجاريه مش طريقه علميه شويه. ف يعني معنى كده ان ممكن الناس على رايك الماركتير يدمر الشركه، يبقى خطر على الشركه، يبقى خطر على الشركه. وده اللي حضرتك بتتكلم عليه، ده الاكزامبل اللي حضرتك قلت عليه في البلاك فرايداي، ده اللي احنا بنسميه فومو الشركات. الفومو او الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من ان انت تفقد الفرصه. ده كان دايما حاجه بنقولها على العملاء، ان العملاء لما هيلاقوا العرض ده علشان ناس كتير بيستخدموه او بيستخدموا المنتج، هيبقى هو كمان عايز يلحق يستخدمه علشان ما فقدش الفرصه الحلوه دي. الشركات بقى عندها فومو دلوقتي، فيلاقي ان في فرصه في شهر 11 قويه جدا والشركات داخله، انا لازم ادخل واحرق بس انا مش حاسبها وما عنديش بوصله، مش عارف انا طالع اسكندريه كل سمك، انا هفكرك بالموضوع ده لغايه ما نعملها ولا انا رايح فين وراكم. فتدخل بقوه وبشده وتحرق، فتكتشف في الاخر ان انا خسرت وما رحتش للعميل اللي انا عايزه، وبي اند ال مكسب وخساره كشركه، لا انا طالع بلوس كبيره جدا جدا، فابقى معرض ان انا اخرج من السوق خالص. وده اللي حصل على فكره. يعني قريت ان في شركات كتير تعثرت ماليا بسبب البلاك فرايداي. هو 2024 نهايتها و2025 نقدر نعتبرها كانت فتره فلتره الشركات في المجال في الماركت بتاع الكوزماتكس. في شركات كتير فعلا خرجت بره الجيم خالص، يمكن بسبب السياسات التسويقيه او السياسات اللي هم بيشتغلوا بيها، لانه زي ما حضرتك بتقول هو وعي العميل بيزيد كل يوم. العميل بقى ويل اديوكيتد جدا اكتر مننا، فبيقدر يميز مين بيقدم قيمه حقيقيه، مين بيستخدم الانفلونسر ماركتنج عشان خاطر يوصل فعلا يوصل القيمه دي للعميل، مين بيضحك عليه. يعني خلاص العمليه بقت يعني ماركتير ممكن ياخذ براس الشركه للنجاح، وماركتير ياخذ براس الشركه الى الفشل 100%. لان حتى لو الفاوندر نفسه او السي او او السي ليفل السي سوت، يعني كل اللي في الليفل ده اللي موجوده دي، لو هم مش كلهم عندهم ماركتنج برسبكتيف وفاهمين يعني ايه مكسب وخساره. يعني بيقول لك السي او اللي مش عايز يكسب ده يعني مش عايز يخسر عمره ما يكسب، لان هو مش هيخوض ترايلز وايرورز، فبالتالي مش هيفشل، يبقى انت عمرك ما هتنجح. فهي تشين. يعني اهم مسوق للشركه انا في وجهه نظري مديرها 100%. يعني المفروض ان يعني مهمه الماركتنج هي عارف الهوليستيك كونسبت. احنا الشركه كلها بتعمل ماركتنج للبرودكت، حتى لو انت موظف اتش ار فانت بتعمل ماركتنج للبرودكت طبعا. وحتى في الكالتشر بتاعت الشركات نفسها، او يعني الطريقه اللي الناس بتتعامل بيها مع بعض والفاليوز بتاعتهم دي كالتشر از كرييتد توب داون، يعني بتبقى من الليدر وبعد كده كاسكيدد بقى وبتتكسر تحت لبقيه الشركه كلها. لازم يعني او نصيحه لاي فاوندر او اونر او سي او او ايا كان قاعد بيسمعنا دلوقتي او بيتفرج علينا، ان هو يسال نفسه سؤال واحد بس يجاوب بصراحه. هو انا المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها لو بكره ما بقتش موجوده، في حد هيفتقدني؟ لو الاجابه بتاعته لا، يبقى هو بيصرف عشان يخلق منتج مشهور مش قوي. بس لو لقى ان انا لو بكره ما بقتش موجود في عميل هيفتقدني وهيبقى صعب ان هو يلاقي حل اخر زيي، يبقى انت كده بتخلق منتج قوي. فاسال نفسك السؤال ده، جاوب على نفسك بصراحه، وايا كانت الاجابه محتاج تاخد اكشن فيه. يعني يمكن دي من اهم مميزات ابي، ان احنا الشركه عندنا بنسال السؤال ده كتير، وده اللي بيتعبنا جدا في تطوير المنتجات الجديده. بنقضي وقت كتير جدا عشان نقدر نخلق فاليو حقيقيه، عشان نقدر نبقى فيه عندنا زي ما بيقولوا كده استراتيجيه تنافسيه. انتوا من الناس اللي الحقيقه مركزين في الريسيرش، وانك انت تعمل ابحاث وتعمل تجارب عشان تطلع بمنتج بيغطي منطقه احتياج معينه في السوق. ده حقيقي. ويمكن ده بيتعب كل الناس اللي بتشتغل معانا في التصنيع، ان احنا ما بنطلعش منتج بسهوله، والناس تقول لنا يا جماعه انتوا ليه ما عملتوش المنتج الفلاني. يعني مثال، احنا جينا نطلع لاين اوف برودكتس، يعني قعدنا 2 سنين شغالين عليه،
لدرجه ان كل الناس قالت لنا هو انتوا ازاي كل المنافسين سبقوكم في ان هم طلعوا منتجات في اللاين ده وانتوا بتعملوا ايه؟ بس يوم ما طلعنا احنا طلعنا باستراتيجيه تنافسيه كانت اول مره تدخل مصر، فالناس كلها شهدت ان لا ده فعلا منتج مختلف، ده منتج بيقدم قيمه مختلفه على المدى القريب والمدى البعيد يعني. فهو الموضوع مجهد ومكلف وبيضيع فرص، بس هو كده هي يعني زي ما بيقولوا كده الاستراتيجي، مش ان انت مش بس ان انت رايح فين، انت هتقول لا لايه. قدرتك يعني لو انت عارف عندك استراتيجيه فعلا مهمه جدا. ان انت قدرتك على انت تقول لا او وين تو سي نو. دي يعني خلينا برضو نقولها ببساطه، انا المفروض اروح اسمع العميل وبعدين اطور المنتج بشكل حقيقي واطلع قيمه حقيقيه، ما اعملش بالونه على المنتج بتاعي وابيعها للكاستمر بلغه السوق. هو في مثل بيقول لك يموت المعلم وهو بيتعلم او حاجه زي كده، مش عارف يعني عارف لا يموت مش عارف ايه وده صوابع طلع. لا هي بقى هي عمليه التحسين والتطوير في المنتج وفيك انت نفسك وفي التيم بتاعك، هي عمليه لا نهائيه. يعني زي ما السوق بيتغير وزي ما العميل بيتغير وزي ما انت لازم تكون بتتطور بشكل يعني للمنتج اللي انت مطلعه ده تبقى عارف. يعني احنا والله طلعنا كومبيتيتيف استراتيجي قويه جدا لللاين برودكتس قوي، لسه عاملين له لونش قريب. احنا تقريبا يوم اللونش والله يعني يعني ما انساش كنا تعبانين جدا، وبقى لنا مثلا شهر شغالين على اللونش ده، وكان يوم يعني عالمي وصرفنا فيه فلوس كتير جدا. انا في نهايه اليوم ده احنا المفروض بنشكر الناس اللي تعبت وكده. لقيت التيم بتاع الR&D والتصنيع احنا مجهزين بقى الفيس ليفت والاستراتيجي الجديده بتاعت المنتج. بتاعت ايه؟ المنتج اللي احنا بنعمله لونش دلوقتي بيتعمل له لونش حالا بيطلع على السوق دلوقتي والله حالا. هم عندهم كانوا بيفكروا هو ازاي، اصل هي كل خلطه تسويقيه ليها اكسبايري ديت طبعا. يعني انت ما فيش مش بتعمل حاجه مش حد غيرك هيعرف يعمل. ما هو انت عملتها النهارده في 50 واحد 100 واحد واقفين بيشوفوا انت بتعمل ايه وهيعلوا عليك. فلو انت مش جاهز بخلطه جديده تنزل بيها، انت خلاص انت اللي هتبقى اكسبايرد بعد شويه. ودي اللي بنسميها ثقافه فريق العمل، الكالتشر. ودي برضو اللي بتبقى كرييتد توب داون، ان انت كل يوم تسال نفسك طب انا هقدم ايه بكره. ولو حضرتك بتكمل في الايكويشن او المعادله اللي حضرتك بتقولها اللي بتضمن الى ناس يعني بنسبه كبيره جدا النجاح طبعا بعد توفيق ربنا، فبرضه من الحاجات اللي لازم الناس تاخد بالها منها، ودي الحاجه اللي انا ومحمود مركزين جدا جدا فيها في ابي ومتعبه جدا جدا، ان انت يبقى ليك ايدنتيتي خاصه بيك، انت ليك شخصيتك وليك لونك في السوق. اسهل حاجه ان انا اشوف ايه اكتر حاجه بتبيع السنه اللي فاتت، طلع لي يا عم الداتا هم الاربع خمس منتجات دول، طب شوف الوانهم ايه، اعمل لي نفس المنتج بنفس اللون بنفس كل حاجه ونرخصه 20 جنيه وينزل. الثقافه دي على فكره موجوده ومش في البيزنس بتاعنا احنا بس، اللي هو محل فول نجح في الحته الفلانيه يبقى فيه بكره 10 فاتحين. احنا ما عندناش الموضوع ده خالص، او قررنا ان احنا ما نعملش ده خالص. لا، انت لازم يبقى ليك ايدنتيتي معينه، انا فعلا هبقى قريب للعميل واشوف هو محتاج ايه واقدر اقدم له ايه مختلف. لو ده مش موجود في الحاجه بيحصل اللي محمود قال عليه، لا انا هقعد اطور وارجع تاني واقول لا انا غلطت وهطور حاجه مختلفه لغايه ما هنزل بشيء فعلا مفيد، فعلا قيمه حقيقيه، يقدر يبقى منافس مش عشان ارخص من غيره، عشان مختلف وعشان مفيش حاجه شبهه. دي المعادله اللي متعبه جدا بالنسبه لنا، بس احنا خدنا قرار صممين عليها يعني. دي شخصيه البراند بالظبط. طيب عايزين نعرف ابي رايحه على فين بقى، يعني ادينا كده في التفاؤل. احنا اتكلمنا على الفشل بما فيه الكفايه، يعني كفايه حزن واحزان والام. احنا طبعا في الفتره الاخيره دي مرينا بترانسفورميشن فيز احنا لسه عايشين فيها دلوقتي. بنحول كل منتج وكل حاجه في البايب لاينز بتاعتنا للتنافس بره كمان السوق المصري. يعني ان شاء الله في خطه وبدات. ده حقيقي احنا بدانا فعلا بالسوق السعودي، وخدنا انسايتس قويه جدا بناء عليها بنطور. ويمكن كان بعد لونش اللاين الاخير لينا كان عندنا فرص ووكلاء في اغلب بلاد الميدل ايست جولنا وقالوا لنا احنا عايزين نبقى وكيل ليكم، بس احنا مش بنتسرع في اي خطوه. احنا مؤمنين شويه بالسلو باتشور، يعني امشي بالراحه بس ابقى متاكد، لانه تكلفه ان انت تدخل وما تبقاش دارس الموضوع كويس بيبقى عواقبها اسوأ من ان انت تتأنى شويه. فاحنا في مرحله ان احنا بنترانسفورم البراند لان هو ان شاء الله يبقى جلوبال، ان هو يبقى حاجه عالميه، حاجه تصدر ان تحسن من سمعه المنتج المصري والبراند المصري. فطبعا هي المرحله مؤلمه
جدا. وفيها فيها يعني تعليم، ده حقيقي ده على حقيقي قد ما بتتألم بتتعلم. ده حقيقي. فاحنا في المرحله دي، لكن شايفين الحمد لله امل كبير، ويعني ربنا يعني يكتب التوفيق والسداد. عندنا بلانز طموحه جدا جدا وبنتحرك عليها، مع بارتنرز اقوياء في كل يمكن بلاد المنطقه العربيه، وبنحسن في كل تفصيله، بحيث ان احنا ان شاء الله لما ننزل نبقى بنقدم قيمه بقى في الاسواق اللي بره مصر كمان. بالتوفيق ان شاء الله. انا بشكركم جدا حقيقي والله، انا شخصيا استفدت. ومش عارف لو انا نسيت حاجة ومحتاجين نقولها ولا لا بالعكس، في نصيحة حضرتك حابب تقولها يعني نختم بيها كده للناس اللي محتاجة فعلا تبقى تتعلم ماركتينج وتتعلم ازاي تبقى معلمة في الماركتينج. يعني لو في فعلا نصيحة نقدر نقولها وتمشي للشركات وتمشي للماركتيرز او اللي حابين يبقى ليهم كارير في الموضوع ده تاني، هو ان انت لازم يبقى عندك ايدنتيتي، لازم يبقى عندك قيمة حقيقية سواء كشخص او كشركة بتقدمها. المشكلة الكبيرة اللي شفناها حصلت في السوق مؤخرا وشفناها حصلت في ماركتيرز كتار، ان انت you're following the trend. التعبير السهل للناس بتقول ان انت نجاحك ان انت تلحق تركب الترند واستفاد منه. لا، هو انت الحقيقة لما بتحاول تعمل كده او تقلد غيرك او تشوف مين ناجح اعمل زيه، لا بتبقى غيرك ولا بتبقى انت، بتبقى مربك. تبقى شخص ملوش هوية. بالظبط، انت بتتحول الى ان انت بتعمل اوفرنج او ايدنتيتي مربكة للعميل، والعميل لو ارتبك مستحيل هيختارك. وهنا انت ممكن تبقى انت المنتج او انت القيمة، لو انت بنتكلم على كارير ماركتير او شخص او اللي الشركة بتقدمه. فلا، لازم يبقى عندك ايدنتيتي ولازم يبقى عندك فيجن، لازم تعرف انت رايح فين. والسؤال اللي حضرتك سألته لمحمود، انتوا رايحين فين ان شاء الله ومتوقعين رايحين فين؟ احنا رايحين للرؤية بتاعتنا، احنا نبقى موجودين داخل كل بيت مصري بقيمة حقيقية ومختلفة، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله مصممين عليه وبنسعى له بكل مجهودنا. ان شاء الله مش هيبقى بيت مصري بس بقى، لكل بيت في العالم ان شاء الله باذن الله، ده اللي جاي يعني. واحنا طبعا تشرفنا بحضرتك جدا جدا. بالعكس، ده انا اتشرفت. انا مبسوط جدا يا دكتور ان احنا كنا مع حضرتك النهارده في بودكاست مختلف وبجد هوست مختلف يعني. ان شاء الله يكون مفيد. بس لا احنا على فكره مش بنتارجت ان يبقى عدد الفيوز بالملايين، احنا يهمنا الناس فعلا تستفيد، تلاقي قيمه حقيقيه من البودكاست، مش بنضيع وقت حد. ف يعني عشان كده لما كنا بنتكلم مع بعض وبنتفق على البودكاست قلت لي انا عايز اتكلم الاقي نفسي او صحيح. انا ما بحبش موضوع السكريبتس، موضوع بس ارتحت وعبرت عن نفسك. لا في انسيابيه وما حضرناش حاجه خالص ده يعني. ممكن الناس ما تعرفش ده، احنا كل الكلام ده وليد اللحظه. احسن الحاجات، لان يعني احنا بننقل خبرات حقيقيه، تجارب حضرتك مريت بيها، بس بتعرف تصيغها بطريقه علميه تفيد الناس. انا ممكن اقعد احكي قصه طويله عريضه بس في الاخر محدش يوصل لنتيجه في الاخر، لكن لما تبقى قصه وليها فاليو او ليها قيمه، هو ده اللي كنا بنتكلم فيه. لعبه فاليوز. فاعتقد ان شاء الله هيتفرج علينا هيبقى يعني لو معاه ورقه وقلم كتب كل اللي احنا قلناه ان شاء الله هيبقى انا هختمها بان انا يعني اي حد بقى عايز ان هو يبدا بيزنس او هو دلوقتي في مرحله ان هو بيبني، ان هو فعلا ما يخافش من الفشل، ما يخافش من الخساره، يبقى عارف ان دي جزء من الرحله اللي هو بياخدها، وعارف ان الالم اللي هو بيمر بيه النهارده ان شاء الله يعني هيكون يا اما ليرنينج بيتعلم منها يطور وهيفتكرها، وهتبقى ذاكره بس ان هو بيفتكر بيها عشان ما يكررش اخطائه، مش هتكون ندم ان هو بدا ده. صحيح. بشكركم جدا واعتقد لازم نعمل حلقه تانية. اكيد نتكلم بقى عن تفاصيل اكتر وتشالنجز اكتر، أكيد. خصوصا للي عايزين يطلعوا كمان بره السوق المصري. اكيد في مواضيع كتير وتجارب نجاح وفشل طبعا هتفيدنا كتير باذن الله. شكرا يا دكتور محمود، شكرا يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. بالتوفيق لآبي، وان شاء الله تبقى من اكبر شركات العالم باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.